تحدث رافينها قبل نهائي كأس الملك المرتقب أمام ريال مدريد برسالة نارية تلهب الحماس وتعبر عن ثقة برشلونة في حسم اللقب على حساب غريمه التقليدي. فماذا قال رافينها؟ أولاً، رافينها وجه رسالة قوية لريال مدريد وقال: ريال مدريد، نحن لا نواجه شبح الماضي، نحن نواجه فريقاً يعرف جيداً من هو برشلونة هذا الموسم. لقد رأونا وهم يسقطون أمامنا، والآن سيشاهدون ونحن نرفع الكأس أمام أعينهم. هذا الموسم كل الأسماء الكبيرة انحنت أمام برشلونة، هم يتحدثون عن الماضي ونحن نكتب الحاضر والمستقبل. ثانياً، رافينا أكد تفوق برشلونة في مختلف البطولات وقال: في الليغا تركناهم خلفنا، وفي دوري الأبطال خرجوا باكراً، ونحن في طريقنا نحو النهائي. الآن نهائي الكأس ستكون الضربة الأخيرة، الضربة التي تنهي موسمهم صفراً كبيراً. وفي ختام حديثه، رافينها أطلق وعداً للجماهير الكتالونية وقال: نحن برشلونة، والنهائيات كتبت لنا. هذه الكأس لن تغادر كتالونية، بل ستتزين بألوانها الحقيقية.